عارف إيه الفرق بينك وبين الشخص اللي الكل بيعمل له حساب؟ الفرق مش في العضلات ولا في الفلوس. الفرق في كلمة لأ. أنت فاكر إنك لما بتيجي على نفسك عشانهم هم هيقدروا ده؟ لأ، هم هيتعودوا عليه. الطيبة من غير مخالب هي مجرد دعوة مجانية للناس عشان يمشوا فوق كتافك. أولاً، قانون الإتاحة. ليه أنت رخيص في نظرهم؟ الحاجة المتوفرة دايماً قيمتها بتقل. لما تكون متاح للكل بترد في ثانية وبتقول أمين على أي طلب. أنت هنا مش شخص خدوم، أنت هنا خيار احتياطي. الناس مش بتعمل حساب للي بيوافق، الناس بتهاب اللي عنده حدود مش مسموح لحد يتخطاها. ثانياً، متلازمة إرضاء الجميع. لو هدفك في الحياة إن مفيش حد يزعل منك، فأنت فعلياً أضعف واحد في الأوضة. الرغبة في إرضاء الكل هي أسرع طريق عشان تفقد احترامك لنفسك. اللي بيحبك بجد هيحترم حدودك، واللي بيستغلك هو الوحيد اللي هيتضايق لما تقول لأ. ثالثاً، روشتة الهيبة. إزاي تقلب الطاولة؟ عشان تكسر لعنة الطيبين محتاج تعمل 3 حاجات. الصمت المتعمد. ما تبررش قراراتك، لو مش عايز تعمل حاجة قول مش هقدر واسكت. التبرير الكتير علامة ضعف. لغة الجسد. افرد ظهرك، بص في العيون مباشرة، وبطل تفرك في ايدك وانت بتتكلم. مبدأ الندرة. خلي وقتك غالي، مش أي حد يندهلك تروح، ومش أي مكالمة لازم تترد عليها في وقتها. الخاتمة. زوم إن على عين الشخصية. العالم ده مش بيحترم الطيب بزيادة، العالم بيحترم الشخص اللي يقدر يأذي بس اختار إنه يكون مسالم. كن قوياً عشان تقدر تكون طيب، لأن الطيبة من غير قوة هي مجرد ضعف متغطي بكلمة أخلاق. فوق لنفسك، مفيش مكان للضعفاء.